أهلا بكم في كتاب الأسرار. متخيل فيلم مصري يتم استدعاء السحر الأسود فيه؟ مش مجرد قصة خيالية، ده طقس وشعائر وتعزيم على الهوى مباشرة. فيلم من أخطر الأفلام اللي اتعرضت على الشاشة المصرية، عاد لينتقم. أهلا بكم في واحدة من أخطر القصص وأصعبها وأكثرها جرأة، وهي تأثير السحر على المشاهد لما يشوفه أو يسمعه أو يقرأه على السوشيال ميديا. سنة 1981 نزل فيلم مصري بعنوان عاد لينتقم، كان بطولة الأساتذة عزت العلايلي ورجاء الجداوي وإيمان، إخراج ياسين إسماعيل ياسين. كانت قصته راجل فقد بنته في ظروف غامضة، وعشان يعرف الحقيقة وخبايا اللي حصل لها مشي في طريق مفيش رجوع منه، طريق السحر الأسود. وهنا بدأ تصوير المشهد باستدعاء تمثيلي للجن، لكن الحقيقة ما كانش تمثيل، كان كلام حقيقي وذكر عزيمة مش هقول اسمها عشان المشهد يبقى درامي أكتر. المخرج وقتها استعان بساحر وكان معروف وقتها اسمه السيد الفلكي، مش مجرد خبير مؤثرات أو كومبارس أو ممثل صاعد هيقول كلمتين وماشي، لأ، كان عارف بيقول إيه كويس جدا وكان محضر للكلام اللي هيقوله. فجأة الإضاءة انفجرت في المكان، ممثلة أغمى عليها، ممثل رفض يعيد مشهد، ابتدت حاجات غريبة تحصل. ده تأثير. بعد عرض الفيلم ابتدت القصص بتنتشر في دور السينما والمشاهدين في البيوت، حوادث غريبة بتحصل، ناس كتيرة بتتأذي، أعراض مش طبيعية. ده غير طاقم التصوير اللي فيه حد منهم توفى وحد تاني دخل في نوبة صرع مخفش منه. فيلم اختفى واتمنع عرضه بعد الشكاوي الكتير اللي كانت بتحصل في البيوت ودور السينما. وده من تأثير السحر لما الناس تشوفه أو تسمعه. دي تجربة، بس مش تجربة فنية، دي لعنة. زي ما كان موت السيد الفلكي كان موضوع مؤثر وغريب، لأن حتى تقرير الوفاة ما كانش فيه سبب للوفاة. ناس كتيرة وقتها اتكلمت وقالوا إن اللي قتله جن أو عفريت من اللي كان بيحضرهم وبيشتغل معاه. نصيحتي ليكم بلاش ندور على الفيلم، الكلام للتوعية مش عشان نخش ندور عليه. أنا عايزك ما تتفرجش عليه وناخد بالنا من كل حاجة ونركز، لأن الموضوع مش في مصر بس، في أفلام أجنبية وأغاني أجنبية كتير كان فيها أجزاء حقيقية من سحر وتعويذ، زي فيلم إكسسوريست أو فيلم ذا ديد ليست أو أغنية جلومي سانداي. في عالم تاه فيه الناس بين الشاشات والكلمات، السحر ما بقاش يتقال من مشعوذين، بقى يتزرع في فيديوهات، في رسالة واتس، في موضوع تقراه ويقع على ودنك وتسمعه، وفي عينك لما تشوفه، وفي قلبك لما تقرا من غير علم أو تحصين. مش كل اللي على تليفونك مجرد محتوى، لأ، في منه باب وفي منه لعنة، وفي منه كمان بيكون عهد خفي ما تعرفوش، بس انت قلته لما قريته بكلمة أو لمسة أو نظرة. بالله عليك خد بالك، بلاش اللي مش مفهوم أو الغريب. ده كان أول سر من كتاب الأسرار. لا تفتح ما لا تفهم، ولا تردد ما لا تعي، ولا تشاهد ما لم تحصن له قلبك. الفيديو الجاي إن شاء الله هيبقى عن متابع حقيقي حكى قصته وحابب إنه يوصلها رسالة ليكم. استنوني.